الغابة مليئة بكل صور الحياة، الأشجار والطيور والحيوانات والجداول التي تنساب. تتسلل أشعة الشمس في الصباح من بين أوراق الأشجار الكثيفة لتنير بقع من الأرض كأنها مصابيح معلقة بين أوراق الشجر. تبدأ الحيوانات في السير والعمل. حمور هو حمار أسود لديه عيب خلقي وهو أنه أعرج. تعرض حمور للاستهزاء من جميع الحيوانات مما أثر سلبا على حالته النفسية. ثعلوب يسخر من حمور ضاحكا ويقترح عليه صنع قدم من فروع الشجر أو يأخذ قدم حمار ميت ويستهزئ به. حمور يشعر بالحزن والدموع تتدفق من عينيه ويصيبه الألم الشديد. فرفور: ما بك؟ يا صديقي، أكيد ثعلوب الماكر قد أثار غضبك بكلامه السيء. حمور: كل الحيوانات تعيب ما أنا فيه. فرفور يشجعه ويعده بأخذه إلى حفل الملك الأسد قائلا: لا تحزن يا صديقي. حمور: فغدا حفل الملك الأسد وسوف نذهب وتخرج من حزنك. حمور: لا يا صديقي، سوف يستهزئون بي أمام الجميع. فرفور: لا تخاف، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك معك في حضور الأسد ملك الغابة، فكل الحيوانات تخشى ملك الغابة ويخافون أن تشكوهم إليه. حمور: سأذهب معك. حمور يتردد ولكنه يوافق على الذهاب مع فرفور ويقرر انتظاره عند شلال الماء في الصباح. حمور وفرفور يصلان إلى حفل الملك ويتعرض حمور لنظرات استهزاء من الحيوانات الأخرى. قال الأسد: ماذا هناك؟ ثعلوب قائلا: الملك العظيم وسيد الغابة. الأسد: ماذا هناك يا ثعلوب؟ ثعلوب: هناك كائن غريب أعرج يا مولاي الأسد وحضر عليه حفلة. يامر الأسد أن يتقدم حمور فيتقدم ويتحدث إلى الأسد. حمور يتحدث إلى الأسد: سيدي الملك، أنا ولدت بهذا العيب وليس لي ذنب فيه. الأسد: الجميع لديهم عيوب سواء كانت ظاهرة أو خفية. ثعلوب يتراجع بينما يستمع الجميع لكلمات حمور. حمور يعبر عن رضاه بما خلقه الله حاملا رسالة عن القبول والتسامح. حمور: شكرا سيدي الملك، هل تسمح لي أن أقول كلمة لهم؟ الملك: تفضل. حمور: هكذا خلقني رب ورضيت به، أتعبوني أم تعيب من خلقني؟ فصمت الجميع. تتوقف الحيوانات عن الهمسات وتعكس الصمت وتفكر في كلمات حمور.